السلام عليكم. لو أول مرة تشوفوني معاكم عصمة محمد. اليوم هعمل وصفة رهيبة بمكونات سهلة وبسيطة، والطعم والشكل ولا أروع. وطبعا كلنا بنحب لما يجونا ضيوف نقدم لهم حاجة رهيبة ويفتكروا إننا اجتهدنا شديد، بس هي في الحقيقة بسيطة شديد. هنجيب رقايق البابستري، هنقوم نقطعها من النص بأي حاجة عندنا متوفرة عندنا. بعد كده هنخط الطبقة الأولى وهنقوم نلزق فيها الطبقة التانية، بس قبل ما نلزقها هنعمل خليط بسيط اللي هو بيض، هنضربه كويس وهنكب فيه فانيليا، هنمسحها به كويس وهننزل الطبقة التانية عليه. وكده بس اتكونت معاي. هعمل كل الكمية وهوريكم تاني شكل معاكم. بسيطة شديد صراحة، وبس هيجي الشكل رهيب زي ما كنتوا شايفين في الصورة. هنا خلاص هخلص كل الكمية معاكم. خلاص هنا خلصت الكمية. هنسخن الفرن مسبقا على درجة حرارة 180، هندخلها في رف وسط ربع ساعة، وهفتح الشواية 10 دقايق وهتخلص معانا. صراحة بيكون شكلها رهيب شديد. بعد كده هنطلعها من الفرن، هنبدأ نعمل الخليط اللي هنحشيه بيه. هنعمل كستر عادي، كوبايتين من الحليب وعليهم ملعقتين من الكستر، أو في الناس لو عايزين نشا ممكن يستبدل الكستر بالنشا عادي أو الكورن فلور. هنحركهم كويس على البارد. بعد كده هفتح النار وهنزل ربع ملعقة من الملح وهحرك. هتبدي تحركي ما توقفي أبدا عشان ما يتكتل معي. أنا هنا ما هكب سكر، انتوا لو عايزين تكبوا سكر كبوا حوالي نص كوب من السكر. أنا هنا عملتها من غير سكر لأني هضيف الحليب المحلى المكثف. هنا ضفت نص علبة من القشطة، وكمان حوالي ملعقتين 3 من الحليب المحلى المكثف. صراحة ما بحبه، يعني في البيت عندي ما بحبه الطعم حالي شديد. هحرك كويس وهخليه على جنب. طبعا لما تخليه على جنب فترة مسافة هو بيبقى شكلها كده، لأن كنت بعمل في صوص الفراولة، كمان هنزل لكم الفيديو لصوص الفراولة. فهنا لو عندك بتاعة العسل بنشيل بها العسل أو أي حاجة، فحاولي يعني تمشيها على كده لحد ما يعني يظهر عندي الدايرة. حشيتها بالكستر أول. بعد كده جيت عملت فيها صوص الفراولة. لو عندكم أي نوع صوص تاني ممكن تعملوا، يعني طريقة الحشو دي اختيارية. عندك كورن فلور تقدر تعملي حشي، عندك شوكولاتة، عندك بيستاشيو، أي حاجة انت حابة اعملها. بعد كده زينتها بتوت أسود وتوت أحمر، وبس كده انتهت معاي. وزي ما قلت لكم الحشو اختيارية. بعد كده رشيتها برشة من السكر المسحون، وصراحة الطعم رهيب والشكل الصورة بتحكي حاجة خطيرة فنانة، وتقدمها لضيوفك يفتكروا انك عملتي حاجة واو. يلا ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. يلا نشوفكم في وصفة جديدة، مع السلامة.